عسلامة كوكيز. اليوم جيتكم بدبارة متاع فطور مع خبز هكايا فاوح دياري، حاجة بنا على بنا. اما قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا جيم وكومنتير وتعملوا ابوني للشين وتتابعوني على انستغرام وفيسبوك وتيك توك يوتيوب كوكينج وذ سول انتر بارونتيز وصفات من مطبخي. اليوم حبيت نعمل لكم جلبانة بخبز فاوح هكايا دياري، حاجة بنا على بنا. اول حاجه نبداو بها مع بعضنا هي باش نحضروا الخبز متاعنا، خاطر باش ياخذ وقت باش يخمر، دونك نحضروه قبل. بديت اول حاجه خديت ساشي متاع فاني، حطيت معاها مغرفه كامله متاع سكر، وحطيت معاها مقدار 350 ماء دافي، والا تنجموا تستعملوها بالحليب، ودي بريفيرونس تعملوها بالحليب، يعني لهنا حبيت نعملها بالماء. حطيت لهنا كما تشوفوا مغرفه قشده، كان باش تعركوها بالحليب ما تستغنيوا عليها القشده، والا يغرت طبيعي تستغنيوا عليهم. لهنا كما تشوفوا حليت جوست الخميره متاعي مع السكر مع القشده، وخليتها حتى لين تتفاعل، وصلت تكايه للمرحله هذه. وقت اللي تفاعلت تكايه بالفاصون نزيدها تو مقدار 4 مغارف متاع زيت زيتونه. بيان سور تنجموا تستعملوا اي زيت اخر، مي الحقيقه زيت زيتونه وحده ديما في الخبز. وباش نفوحها هكايا سينوج، وباش نكثر لها من البسباس، خاطر ماكم تعرفوا البسباس هكايا في الخبز يعطي ريحه بنينه. وباش نحط مقدار رطل كامل متاع سميد ارطب، سميد الارطب على الاخر رقيق معناها، ونخلطها هكايا بيدي حتى لين تتلم هكايا العجينه الكل. بيان سور نجم نحطوها ديريكت في العجينه، والا معناها اني دي بريفيرونس ديما نحاول اني نلمها بيدي باش متفتفتش هكايا لبرا، والا تنجموا تعركوها بيديكم كومبليتمون، معناها من غير ما تستعمل عجينه، تقعد تعرك فيها لمدة 10 دقائق. تويكا لهنا كما تشوفوا لميتها هكايا بالكدا، ونسيت ما ضفت لهاش الملح، دونك ضفت تويكا مقدار مغرفة صغيرة ملح. وباش نحولها هكايا للعجينة تتعجن، وكان حسيتها هكايا رطبة برشا معناها طرية وتتلصق نزيدها سميد، كان حسيتها يابسة برشا نزيدها شوية ماء يكون دافي باش ما يبطلش مفعول متاع الخميرة، ونحطها هكايا تتعجن كما قلت لمدة 10 دقائق كاملين بالعجينة، كسوا باش تعجنها بالعجينة ولا بيدك، دو بريفيرونس انك تعجنها 10 دقائق كاملين حتى لين يبيض السميد وتولي هكايا رطبة على الاخر، تولي العجينة طرية برشا. كما تشوفوا هكايا كيفني وليت هكايا العجينة متاعي طرية برشا وما تتلصقش في اليد. ديما معناها حاولوا انكم تشوفوها باش تعرف روحك اسكو تنجم تزيدها حاجة ولا لا. لهنا بعد ما خرجتها زدتها شوية زيت زيتونة، وباش ندهنها الكل بزيت الزيتونة باش ما تلصقليش في الصحفة متاعي، ونخليها تخمر في عقلها حتى لين يتضاعف الحجم متاعها. بيان سور نغطيها كاي بمنديلة ولا نلفها بساشي ولا اي حاجة، والمهم نخليها تخمر في بلاصة بعيدة شوية كاي على الضوء، نخليها بلاصة كاي دافية حتى لين تتفاعل تتضاعف بالطريقة هذه. لهنا بعد ما تضاعفت كما تشوفوا فيها ما شاء الله، تويكا مديتها على الطاولة متاعي، وباش نحاول اني نحلها هكايا باش بعد نحطها في البلاتو. نقصت منها اني لهنا الحقيقة شوية خاطر جاتني كي كبيرة على البلاتو متاعي. نجموا نتوما بيان سور تستعملوها كاملة الكل، والا تنجموا تشكلوها شكل مدور معناها، تنجموا تعملوها بالطبيعة كما تحبوا نتوما. وحليتها كي بالقلقال، سينو تنجموا تحطوها ديريكتومون في البلاتو متاعكم وتحلوها حسب البلاتو، مي اني كي باش نسهل على روحي حبيت نحلها بالقلقال. ديما كيف تحلوها تحلهاش رقيقة برشا، معناها خليها كي تكون سميكة شوية، خاطر بلا يكون خبز معناها مستحقينها البلالة اللي في وسطها. دونك لهنا كما شفتوا كيك فيني حليتها هيش جويدة برشا. وخذيت لهنا البلاتو متاعي وحطيت فيه بيان سور بابي كويسون باش ما تلصقليش البات في وسطه، وحاولت اني نحل العجينة مرة اخرى كي على شكل البلاتو متاعي، نحاول اني نفردها لكلها تكون فرد حجم، تكونش بارتي طالعة برشا وبارتي هابطة، ماذا بيا تكون الكلها فرد نيفو. نبقى كي نحل فيها في البلاتو متاعي. وما تنساوش كي ما زلت ما عملتش ابوني للشين، تعمل ابوني للشين يوتيوب، وتتبعني كما قلت انستغرام وفيسبوك وتيك توك كوكينج وذ سول انتر بارونتيز وصفات من مطبخي. واستناو ديما لو غوسيت جدد، وصفات رمضان وغير رمضان، حاجات بنا غير عادية. لهنا كما تشوفوا حبيت نشكل كي نعمل لها فورمة كي من الفوق، قسمتها كي كل مقروضات كي جويدين. حطيت كما شفتوا معني عملت خطوط بالعرض ومن بعديك خطوط بالعكس معناه بالطول، ودهنتها هكايا بشويه ماء كايا من الفوق وخليتها تخمر في عقلها.
بالنسبة للخطوط اللي عملتهم حاول انك تغرق فيهم هكايا، معناها تخليها غارقة شوية لداخل، خاطر راو كي باش يخمر نجم الفورمة متاع الخط تتنحى. على هذا ديما حاول انك معناها تغطس شوية كيف بالسكينة ولا باي حاجة اللي باش تعمل بها خطوط بالفاسون هذه. وكما قلت هكايا جست بليته هكايا بالفوق باش ما يعملش قشور هكايا العجينة متاعي. وتويك باش نتعدى نحضر الجلبانة متاعي، حطيت لهنا مقدار زيت زيتونة، مقدار كاس كامل متاع زيت زيتونة، وباش نحط الدجاج متاعي هكايا معناها جوست ما نقليه هكايا في النار. ودي بريفيرونس تحطوا بصل، مي الحقيقة ما لقيتش عندي، الله غالب هكاكا نعرف البصل يبنن برشا المرقة. كنت نقص البصل هكايا شوية ونقليه مع الزيت قبل ومن بعد نزيد الدجاج. مي لهنا خاطر ما عنديش بصل دونك ديريكتومون حطيت الدجاج متاعي قليته جوست ما معناها بياض هكايا من الجهات الكل. ومن بعد باش نبدا نفوح فيه هكايا حطيت مغرفة كبيرة كيا ثوم، بشرتها بالطبيعة هرستها بالفاسون دي. وباش نحط مغرفة كبيرة كيف طماطم، ومغرفة كبيرة فلفل أحمر وإلا فلفل شايح، كل واحد شنو يحب يسميه. حطيته كيا وباش نقليهم الطماطم بالطبيعة في الزيت حتى لين تنحي معناها تتنحى القروسية متاعها الكل. نقليهم على نار متوسطة بيان سور، وبعد نزيد كيا شوية ماء للطماطم جست باش ما تتحرقش، ونزيد الملح ونزيد الحقيقة اني الفلفل الأكحل نزيده في الاخر كيما استانستو بيه اخر حاجة قبل ما نسكر الغاز. نزيد الفلفل الأكحل ونزيد الشطر الباقي من الثوم والفحات اللي باش نحطها مثلا بسباس ولا اي حاجة الكل نزيد في الاخر، ما نزيدش من الاول الحقيقة خاطر نحس ما يعطيش جو جملة. وحطيت لهنا كيما شفتوا مغرفة صغيرة متاع الملح. وكما قلت تنجموا تزيدوا كركم في المرحلة هذه، الحقيقة ما عنديش برش حاجات ولات ناقصة كي نستنى في رمضان باش نمشي نعاود نشري الحاجات اللي ناقصتني كل. وكما قلت كي زدت شوية ماء للطماطم جوست باش ما تتحرقليش معناها على الزيت، وقليتها كي بالكدا باش تنحى القروسية متاعها وما تجيش حامضة كي وسط الصوص. ومن بعد باش نزيد الجلبانة متاعي، الحقيقة اني طريقتي في المرقة نحط كل شيء كيا مع بعضه يطيب في عقله وكهو، خاطر ما نحبش الكفاس نخرج الدجاج ومن بعد نرجعه وما نعرف شنو، دونك نخلي كل شيء يطيب كيا مع بعضه وبعد نسكر مرة واحدة. كل واحد بيان سور طريقته في التطيب، نجم تزيد الجلبانة جوست قبل كي ربع ساعة في الاخر، مي الحقيقة اني نحط كل شيء مع بعضه تجيني اسهل ما نقعدش نكسر في راسي كل مرة نزيد حاجة. لهنا قليت الجلبانة زادة مع الطماطم وكل شيء، وباش نزيد تويكة ماء سخون يغلي. ديما راو الماء كي باش تزيدوه فوق حاجة ديجا سخونة دي بريفيرونس تزيدوه ماء سخون يغلي. زدت لهنا الماء متاعي بالفاسون هذية وقعدت نحرك فيها كيا شوية، وتويكة نغطيها ونخليها تطيب في عقلها على نار كيا متوسطة حتى لين يطيب الدجاج وتطيب الجلبانة وتعقد الصوص كيا بالكدا تولي كيا فيها بنة غير عادية. وما بعد لهنا وقت اللي سيبون عقادة الصوص تويكا باش نفوح. ديما اني الحقيقه نفوح وقت اللي تقر الزيت نتاعها كي وقتها نزيدها الفحات اللي حاجتي بهم. كما قلت لهنا حطيت فلفل اكحل، حطيت البسباس نتاعي، تنجموا تحطوا تابل وكرويه، تنجموا تفوحوا باللي تحبوا نتوما. حطيت لهنا الثوم طرف اخرى بالثوم، وباش نحط قرن فلفل اخضر كي قصيته على زوز باش يسيب الحراره نتاعو، ونعاود نغطيها ونخليها معناها حتى لين تاخذ شويه هكا في اللفحات. وقرت زيتها هكايا بالكدا تويكا سيبون الصوص متاعنا طابت، مرقتنا طابت. الحقيقه ما نحبوهاش نحنا تكون هكايا عاقده برشا، على هذا ديما نخليها هكايا جاريه شويه، سورتو الجلبانه ماكم تعرفوها كيفاه تشرب، دونك ديما نحاول اني نخلي الصوص متاعها تكون جاريه شويه. بيان سور كان نتوما تحبوها تكون عاقده اكثر تنجم تزيد تغليها اكثر وقت، مي الجلبانه الحقيقه خاطرها كيما قلت تشرب، واني ما نطيبش حاجه باش ناكلها مره برك، ديما نحاول اني ناكلها على قداش من مره، على هذا ديما نخلي معناها بزايد. وتويكا نرجعوا للخبز متاعنا اللي بعد ما خمر ما شاء الله هكايا تويكا باش ندهنوه فص عظمه ومعها شويه حليب، وديما نحط شويه نسكافيه كي فوق العظم هي لا تنحيك الجو الخايبه متاع العظم باش كي ما تقعدش ريحه متاع العظم. وزدتو كيما قلت شويه حليب، ودهنت معناها دهنت الخبزات متاعي باش يعطيوني اللون متاع الخبز يكون كي مزيان.
وباش ندخل الخبز متاعي للفور على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة كاملة، وإلا عينك ميزانك ديما أبقى كي تفقد الخبزات متاعك حتى لين تحس الخبز تنفخ بالكدا وشاح. كما شفتوا كي حاولت اني ندهن الاطراف الكل، وباش نزين كي من الفوق مرة اخرى رشة سينوج ورشة بسباس، ونكثر لها بالبسباس خاطر ماكم تعرفوا يفوح الخبز بالكدا. لهنا بعد ما سيبون طابت الخبزه متاعي كيما تشوفوا فيها كي خرجتها من الفور، والكولور متاعها راهو جاي مزيان على الاخر، غير اني نصور في الليل كيما تشوفوا الكليراج ماهوش باهي حتى طرف. على هذا معناها خاطر خليتها تخمر اكثر وقت كي وقت اللي طيبتها سيبون وقت الدنيا بريسك ظلامت. على هذا الكولور ما ظهرش بالباهي. لهنا كيما تشوفوا الخبزه متاعنا كيف اني طريه وبنينه بنينه بنينه على الاخر. هذا الاصفر هذاك جوستك الميلانج متاع العظم كي يدخل شويه من الجناب. لهنا كيما تشوفوا كيف اني البلاله متاعو حاسيلو حاجه بنه عالميه هكايا، سورتو مع المرقه اللي طيبناها متاع الجلبانه راهو جاي فاوح وبنين على الاخر. ننصحكم انكم تجربوا الروسيت متاعي لليوم، وما تنساوش كان عجبتكم تكتبوا لي في لي كومنتير رايكم، وتبعثوا لي الريتور متاعكم على انستغرام كان جربتوا واحدة من الروسات اللي نعمل لكم فيهم. وان شاء الله في روسات اخرى وبسلامة. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وربي يحييكم لمثاله بسلامة.